السلام عليكم. تعالى اقولك، لو عندك رنجلايت مكسور اوعي تسرعي وترميه، لان بعد الفيديو ده ان شاء الله هنرجعه مع بعض زي الحديد بالظبط، وتوفري بقى تكلفة واحد جديد. لكن قبل ما ابدأ معاكي في الطريقة والحل، للي ما يعرفنيش انا شيماء فرغلي ودي قناتي. اتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم مني كل جديد، وما تنسوش تدعموا الفيديو بلايك. ادي كده الرينج لايت بتاعي مكسور، وده في الحقيقة تاني واحد اشتريه وبرضو يتكسر. قلت لا بقى، لازم اشوف حل للموضوع ده، فالحمد لله لقيت حل ورحت عند الراجل بتاع البويات وقال لي على آه، لازق كده اسمه لزق الصاروخ، لاصق الصاروخ. اللاصق ده قوي جدا يا جماعة. هما الانبوبتين دول بيكونوا لونين مختلفين، بيجوا في علبة واحدة تمنها 20 جنيه. يعني شوف الرينج لايت دلوقتي بقى ب150 جنيه، وانتي هترجعيه وهترجعي غيره لو عندك كذا واحد في البيت ب20 جنيه بس. كل اللي عليكي في طريقة الاستخدام بتاعته انك هتجيبي اي علبة انتي مش عايزاها بلاستيك، يعني مستغنية عنها، وهتجيبي بقى تفتحي كل انبوبة من دي هتاخدي منها كميات متساوية. يعني حطيتي من الحمرة نقطتين يبقى تحطي من الخضرة نقطتين. وبعد كده هي جاية معاها معلقة سودا كده، هتقلبي الخليط ده كله مع بعضي لحد ما يبقى واخد لون واحد، الاسود او الاحمر على حسب الالوان اللي انتي الراجل هيديها لك، يعني ما هو كذا لون يا جماعه. وبعد كده هتروحي مكان الكسر زي ما انتوا شايفين كده، وابتدوا بقى اعملوا بالمعلقه اللي جايه معاه دي، بس حاسبي على ايدك لانه قوي جدا. انا عملت بيه الفتحات اللي مكسورة من جوه وضغطت عليه فلزق جدا. عدت بالظبط، هو بيلزق من بعد 4 دقايق، لكن انا في الحقيقة سبته تحت المروحة لمدة ساعة. شايفين ما شاء الله قوي ازاي. طبعا انتوا عارفين ان هو بيروح ويجي كده فبكل مرونة خالص، لكن ما شاء الله يعني انا ما كنتش متوقعة انه هيثبت كده وهيبقى زي الحديد، فعشان كده قلت انزل الفيديو عشان افيدكم.